صباحكم جميل وبيضحك. كالعادة احنا عايزين نعرف في المانوال في تريكات كتير. طيب التريكاية المرة دي في المانوال بنقول فيها سؤال: هو لازم كل ما اجي اضغط فرامل لازم ان انا احط معاه دبرياج؟ ده سؤال محتاج اجابة من الناس الكتيرة اللي زهقانة من المانوال. هل انا كل مرة لازم ان انا اضغط دبرياج وانا بمسك فرامل؟ ده سؤال مهم قوي. السؤال ده انا اتسالته من ناس كتيره جدا 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 ولغايه دلوقتي مفيش اجابه واضحه وصريحه عليه. طيب في الفيديو بتاعي ده انا هوضح فيه امتى اضغط فرامل وامتى ما اضغطش فرامل، وامتى اضغط دبرياج مع الفرامل وامتى ما اضغطش دبرياج اصلا. نمسك اول نقطه: هو انا ممكن اهدي من غير ما اضغط فرامل؟ اول نقطه عندنا في التهدئه ان انا ارفع رجلي من على البنزين. اول انواع التهدئه ان انا ابدا ان انا ارفع رجلي من على البنزين. كده العربيه هديت. السؤال بقى: هل هي هديت بالطريقه المطلوبه؟ يعني هل انا لما رفعت رجلي من على البنزين العربيه هديت بالطريقه المطلوبه المناسبه ان انا اعرف اطلع مطب، ان انا اعدي عربيه قصادي، ولا هخبطه؟ ده سؤال مهم قوي. طيب لو انا العربيه هديت خلاص انت مش محتاج لا تدوس فرامل ولا تدوس معاه دبرياج. ايه ده بجد؟ بجد. يبقى انا دلوقتي وانا ماشي كده في امان الله فجأة ماشي بالراحة لقيت مطب، ممكن ارفع رجلي من على البنزين عادي. السؤال بقى رقم 2: الفرامل لازم معاها دبرياج ولا مش لازم؟ طيب خلونا نتكلم بالراحة كده ونفهم. هو انا بستخدم دبرياج ليه؟ هو الدبرياج ده اللي بيهدي ولا مش اللي بيهدي؟ لا، الدبرياج مش بيهدي، الدبرياج وسيلة مساعدة عشان لما اضغط فرامل العربية ما تبطلش. مهم ناخد الجزء التاني. انا دلوقتي لما ابدأ ان انا اضغط فرامل سنة صغننة هل انا معايا دبرياج؟ لا. طب سنتين؟ برضو لا. ايه ده؟ يعني انا وانا داخل على المطب بالراحة كده ممكن ان انا سنة فرامل او سنتين ما احتاجتش دبرياج؟ عادي جدا. ايه المشكلة؟ هو انا كل لما اجي لازم اهدي لازم اضغط دبرياج؟ لا طبعا، عادي جدا. انت لما بتيجي تتحرك بالعربية وعارف انك انت المطب ده بعديه ناس واقفة يبقى لازم هقف في الوقت ده، لازم تضغط دبرياج. ايه ده؟ يعني انا بضغط دبرياج امتى؟ فسر لي يا كابتن امتى اضغط دبرياج. اضغط دبرياج لما اكون عارف ان انا هقف، اضغط دبرياج لما اكون في ملف، اضغط دبرياج لما ما اكونش متوقع ان حد طالع لي من الشارع ولا لا، واضغط دبرياج طبعا لما اجي انقل الحاجات الاساسيه بقى بتاعتنا. طيب يبقى في الحاجات دي انا لازم اضغط دبرياج. طب ليه لازم اضغط دبرياج؟ لان انا لما هضغط فرامل في الوقت ده لازم اضغط فرامل كتير عشان ما اخبطش ولا اتخبط، فلازم في الوقت ده معانا دبرياج. انما انا ماشي في امان الله كده والشارع فاضي، انا مثلا حبيت ان انا اونس بالراحه فرامل، ونس عادي جدا. ايه المشكله انك تحط فرامل؟ حط فرامل عادي جدا من غير دبرياج. انما انت عارف انك هتقف، عارف انك انت هيحصل ان في موقف هيحصل مثلا وليكن ان انا هقف او ههدي جامد، لازم دبرياج. ده الفرق ما بين هضغط دبرياج ولا لا. انا زهقت من كتر ضغط لي الدبرياج. لا، مش لازم انك انت تضغط دبرياج دايما. في اوقات كتيره جدا بنسبه 50% مش محتاج انك انت تضغط دبرياج. تمام كده؟ صباحكم سعيد بيضحك مع فيديو جديد مع بتاع تعليم سواقه مؤمن الجزار.